ازيكم؟ طبعا تعبنا من الاكل، تعبنا. تعالوا النهارده كده نفتكس اي افتكاسه للفطار، نشوف هنعمل ايه. كان عندي بواقي كده من صدور الفراخ، انا مش فاكره صدرين ولا ايه، كام حته كده يعني من الفراخ. فايه هنا رواية بس كانت لازم تعمل لكم قلب يعني، فيلا بينا. كانوا طبعا مستويين ومتحمرين اصلا يعني، وفي واحد منهم كمان مسلوق. قررت ان انا قعدت افكر اعمل بيهم ايه. تعبنا بقى مكرونه وكده، فقلت خلاص جلاش بقى نعمل كده ايه. نعيد تدوير الفراخ دي في صينيه كده من الجلاش، نعملها بطريقه حلوه ونضيف لها مكونات في نفس الوقت. بعدين نفطر النهارده وفي نفس الوقت استغلينا الفراخ بدل ما ايه تقعد تنشف كده في التلاجة. طيب انا هفصص كل الكميه بتاعتي كده بالشكل ده، مش لازم سكينه عشان طلعوا معايا بقى كميه بصراحه محترمه. خدت المسلوقه دي ركنتها، عملت بيها شوربه الحقيقه. وبعدين دول اللي خدتهم لصينيه الجلاش. طب نحط ايه بقى معاهم؟ افتحوا بقى درج التلاجة وحطوا اللي انتوا عايزينه. انا لقيت فلفل اخضر وبصل وطماطم، خدت منهم. لو كان عندي فلفل الوان كنت حطيت زيتون، احطه. جبن والله مش فاكره حطيت جبنه ولا لا. المهم هنا ايه الخضار، اي خضار يا جماعه موجود هنحطه، بس مش بتنجان يعني حاجات اللي هي ايه تنفع يعني تليق مع الموضوع. تمام، سبايسي بقى او حاجه كده، كله هيبقى حلو زي الفل. لو حابين كمان عارفين تحطوا صوصات برضو هتبقى حلوة قوي. تجديد، ممكن صويا صوص، ممكن دبس رمان، ممكن اللي هو الصوص الحراق ده مش فاكرة اسمه ايه والله. يعني اي حاجة انتوا عايزينها. هي طبعا دي كانت بصل احمر ده يعني معجزة لانه غالي جدا فمش هجيب منه خلاص. المهم جيب طاسة بقى على النار، طاسة الشقيانة بتاعتي دي، وحط فيها شوية من الزيت. ماشي، وهنحط الخضار ده نديله كده ايه تشويحة. مش هينفع نحطه كده يا جماعة، لازم نديله تشويحة مع الفراخ كمان عشان يدخلوا كده ببعضهم مع بعض، فاهمني. هنتبلهم طبعا، نحط بقى ايه توابل بقى حلوة كده عشان تحلي الحشوة. حطيت بابريكا وفلفل اسود، دي بابريكا عادية مش بابريكا مدخنة. وطبعا هنحط ملح، نزود ملح عشان حطينا خضار، بس الفراخ كانت يعني مملحة، فحطوا الملح على حسب الخضار. لو انتوا حاطين الفراخ زي كده ايه مسلوقة او مستوية يعني، لو من الاول بقى خالص ظبطوا بقى حاجتكم. بصوا هنا الطماطم كانت خلاص استوت، فانا كده تمام. نزلت بقى ايه الفراخ بتاعتي كده بالشكل ده. وانا كنت مفكره والله الحشوه تبقى قليله، بس طلعت لا يعني كفت اللي انا عايزاه، وفاض كمان جلاش يعني، فاضت حشوه قصدي. رحت عامله كده ايه في الاخر هوريكم. عملتها كده على الطاسه، وعلى فكره عجبتني اكتر من اللي كانوا في الفرن كمان. فلو عايزين تعملوه متطبق كده على بعضه على الطاسه، احلى والله بكتير قوي، تغيير كمان عن اللي في الفرن ده. مش هحط سمنه، كفايه. ماشي، احنا عايزين ايه يعني صعب. ماشي زي ما انتم شايفين كده. انا في الاول ايه حطيت الحشوه بعد ما استوت تهدى شويه، وهبتدي اقفل ورق الجلاش كده بالشكل ده. هبرمه كده 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 على قد الصينيه بتاعه اللي انا هخبز فيها. انا بس بوريكم انا هعمل ايه. رجعت بعدين قلت لا، انا عايزه اقطعه بالنص. عشان انا الكاميرا ايه اللي جرالها. المهم انا جبت الجلاش كله حطيته كده، وقسمته كده نصين زي ما انتم شايفين. ماشي كده حلو كده، المقاس ده كويس قوي معايا. هاخد بقى الحشوه، تمام، هحطها هنا، وهبتدي ان انا اطبقها بقى. دي بقى اللي انا بقول لكم عليها بتاعه الطاسه. بصوا نحطها كده ونطبقها بالشكل ده كده، ونبتدي ان احنا نسويها على الطاسه. والله كانت حلوه قوي، عجبتني اكتر من التانية. ودول يعني شلتهم تاني، هبقى اعملهم بقى اي وصفه حلوه ولا ام علي ولا اي حاجه. وهنا بقى احط سمنه على كل الجلاش او الصوابع اللي انا لفيتها دي كلها كده بالشكل ده من فوق بس. ماشي، بلاش من جوه كمان. ممكن بقى تحطوا لبن على زبادي لو عايزينها تبقى يعني غنية اكتر وكده. ولو بصوا مستصعبين الموضوع اعملوها على الطاسة، بس لو انتوا عاملين كمية كبيرة هتاخد منكم وقت على الطاسة شوية، فاعملوها في الفرن لو كمية كبيرة يعني. انما لو انتوا تعملوا مثلا يعني كام واحدة كده، فاعملوها على الطاسة احسن بكتير. لو كمية كبيرة في الفرن عشان تفهمين تسرعوا كده. وطبعا هحط كده من فوق سمسم وحبة البركة عشان يدوا ايه يعني شكل كده جمالي لاصابع الجلاش. حبيت اعملها كده كمان لان انا عملت كتير جلاش في الصينيه بقى عادي، فقلت يعني ايه شكل كده. وبعدين ده اسهل للعيال ان بياخدوا كده
القطعة يعني لحد ما ملمومة شوية، فبياكلوها من غير ايه يعني. احنا في اخر بقى وروقنا ونضفنا، فمش عايزين صداع. وادخلها الفرن. بصوا بقى يا جماعه، ضروري جدا بعد ما ادخله الفرن اديله اللبن، مش من الاول، لا، بعد ما ادخله الفرن يقعد 10 دقايق ولا 5 دقايق في الفرن، بديله كوبايه اللبن بالبيض. انا ما بحطش بيض، انا بحط لبن بس، لبن او شوربه بس كده. دي اللي كانت على الطاسه، بصوا عجبتني قوي. وبس ده كان اختراع النهارده، مش هقول لكم وصفه او تركيبه او اعاده تدوير النهارده. وبس، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب. يا رب اكون كنت ضيفة يعني ضيفه خفيفه عليكم في رمضان، واستفدتوا بالوصفات الكتير اللي عملناها في رمضان السنه دي. اشوفكم على خير ان شاء الله بعد العيد بقى. باي باي، كل سنه وانتم طيبين، اتبسطوا في العيد.